السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو لسه ما عملتيش العاشورة وقفي لحد هنا وتعالي اتفرجي هنا بقى انت عندي، واوريكي احلى طريقة واحدث طريقة لعمايل العاشورة. هتبهرك، هتشرفك، هترفع راسك قدام الكل، وبالذات بقى جوزك مش عايزه اقولك هياكلها. ولو ما طلبهاش منك تاني ابقي قولي اللي انت عايزاه. اول حاجه هنعملها، هنعمل نص كيلو من القمح زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا غسلته مره واتنين وتلاته لحد لما الميه بتاعته بقت بيضه وزي الفل. بصوا حتى اللون بتاعها كده قشر خالص، مبقاش فيه اي ماده صفراء اللي هي بتنزل من الحبايه كده وانت بتغسليها، بقت زي الفل. وهوريكي دلوقتي احنا هنعمل ايه. معايا كده نص كوبايه من الرز المصري بتاعنا العادي خالص. انا نقعاها في شويه ميه وركناها على جنب بس عشان خاطر تبقى سهله معايا. ممكن نحط الاثنين على بعض او ممكن نحط الاثنين على بعض، بس عشان افصص لك بس الموضوع فانا حطيت ده لوحده وده لوحده. هنزل عليها بالميه بتغلي كده واغطيها تماما واسيبها كده. طبعا عشان انا مستعجله وهعملها على طول، مش هنقعها من بالليل زي ما بنعمل، فانا حطيت الميه السخنه بحيث انها تسرع معايا عمليه النقع. زي ما انتم شايفين الميه بتاعتي زي الفل، انا بقلب اهو. بصوا مطلعتش اي نشا ولا اي لون ولا اي حاجه خالص. هسيبها بقى كده وارجع لكم تاني. هنا بعد ما سبتها حوالي 3 4 ساعات ورجعت، طبعا هي بردت تماما والميه بتاعتي يا دوبك بقت منشيه خفيف زي ما انتم شايفين كده. وادي الرز بتاعي شرب الميه اللي انا كنت عاملاها وكده بقى زي الفل. هركن بقى الموضوع ده كده خالص، والميه دي مش هستعملها. انا هطلع بس الحبايه بتاعتي نفشت زي ما انت شايفه كده. انا مش هستعمل خالص خالص الميه دي، هدلقها وهستعمل بقى ميه نظيفه من اول وجديد. مع بعض كده ادي كده هجيب الحله بتاعتي، هنزل فيها الحبوب القمح ونفس حبة المية اللي على قد القمح بالظبط. يعني نفس الكمية اللي كنت فيها القمح هملاها مية وهحطها عليها زي ما انتم شايفين كده، مش هكتر عن كده. وهنزل بقى بالرز بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، وهديها تقليبة خفيفة واحطها على النار وهسيبها بقى مع نفسها خالص كده. ما هي نار عالية ولا نار واطية خالص، لحد ما تتشرب المية اللي فيها تماما. تعالي بصي كده اهو، انا حطيتها على النار وشربت الميه خالص خالص. هبدا بقى في المرحله دي احط ميه تاني؟ لا اوعي، انا عايزه يبقى طعمها حلو، مش عايزاها تبقى شرب ميه. انا هنزل عليها دلوقتي بكيلو من اللبن، واحس ساعتها كده ان اللبن بتاعي كتير ولا قليل. انا بقلب وبنزل اللبن بتاعي وهشوف. عايزه تحطي نص كميه اللبن والنص التاني ممكن تحطيها ميه، مفيش مشكله. عايزه تكملي لبن بس برضو مفيش مشكله. طبعا عشان انا بصور وعايزه الحاجه طعمها كمان يكون حلو وغنيه، انا هحط كمان كوبايه. هي الكوبايه بتاعتي حوالي كوبايه وربع، الكوبايه اللي انا هحطها دي حوالي كوبايه وربع لانها كوبايه كبيره. هنزل بقولي ربع كيلو كمان من اللبن يا ستي. هنحط مج كده محترم، مج كمان من اللبن. معايا كده ظرفين من الفانيليا اهم زي ما احنا شايفين. بصوا تحفه، ريحه الفانيليا بتبقى معاها جميله. عايزه تحطي جوز هند حطي، بس انا مش عايزين نحط جوز هند معاها وبتستوي. انا حبيت الفانيليا بتبقى ريحتها احلى. ودي كده مج كبير برضو من السكر، نفس المج ده اللي انا هحط فيه اللبن دلوقتي. عايزه تسكري اكتر من كده مفيش مشكله، عايزه تقللي السكر برضو مفيش مشكله. زي ما قلت لكم كده وانا بقلب، انا حاسه ان اللبن قليل، عايزه ازود اللبن. كان ممكن احط في المرحله دي ميه، بس انا حاسه لا، انا عايزه اكملها لبن. هنزل زي ما انتم شايفين دلوقتي كده، هنزل باللبن بتاعي. هزود كوبايه كمان اهو، كوبايه دي كوبايه دي كوبايه وربع. يعني حتى السكر هي برضو كوبايه وربع. والسكر برضو بتاعك انت ملوش مقدار. انا كده غطيتها باللبن زي ما انتم شايفين، وهسيبها برضو زي ما قلت لك، لا هي على نار عاليه ولا على نار واطيه. بص زي ما انتم شايفين كده الغليان والفوران بتاعها، وهندوق ونشوف السكر تمام ولا لا. كده معلقه كبيره من القشطه، ما عندكيش قشطه عندك معلقتين كريم شانتيه، ما عندكيش يبقى استكفي باللبن اللي معاكي. وان شاء الله ربنا هتطلع حلوه وربنا يحسن ما بين ايديكي وتطلع زي الفل. هبدا اديها تقلبتين زي ما انتم شايفين كده. انا بقى عايزه اعمل حركه اخليها تبقى كريميه خالص، وعايزاها تبقى طعمها خطير. هعمل ايه دلوقتي؟ هقولك. الخطوه دي اختياري، حابه تعمليها اعمليها، مش حابه ما تعمليش. هجيب الهاند بلندر بتاعي وهبدا ان انا مش هخلي الحبايه كلها تتفرم معايا زي الخلاط، لا. انا هعمل زي نص الكميه كده، ضربتين 3 بس كده، ومش هعمله كله. برضو الحبايه هتكون موجوده مش ملغيه. يعني الناس تقولي كده انت تكسري كل الحبات اللي فيها، لا انا هضرب ضربتين 3 كده بس، وهبدا ان انا اشيلها خالص. الحركه دي بتخلي اللبن كريمي اكتر. خلاص انا كده خلصت.
هبدا بقى ان انا اشيلها واديها تقليبه كده محترمه عشان ما تلزقش مني، اللي انا ضربته ده ما يلزقش مني تحت اهو. الحبوب زي ما هي، انا بوريكي بس، احنا ما ضربناهاش عجناها ولا اي حاجه، هي بس الضربتين اللي ضربتهم دول عشان اخلي يبقى فيها نشا منها فيها كده. تمام. انا هسيبها انها كده تمام، بقت زي الفل والسكر تمام. هاجي هنا احط 3 معالق من الكاستر. حابه تستغني عن الكاستر وتحطي نشا، حطي نشا، بس ده الجديد بقى بتاع 2026. حطي الكاستر وادعيلي حاجه تانية خالص، لون وطعم وريحه خطيره. طبعا كلنا عارفين ان الكاستر اصلا ريحته حلوه قوي، ريحته خطيره، فانت لما تحطي عليه كاستر انت كمان بتزودي من طعمه ومن ريحته ومن غناوته، بيبقى جميل جدا. دول مكان النشا، دول مكان النشا، دول 3 معالق كبار زي ما انتم شايفين كده مكان النشا. ما مش حابه الكاستر حطي نشا، بس انا بقولك الكاستر هيوديكي في حته تانية خالص. تعالي كده مع بعضينا ونبدا ان احنا نقلب. زي ما انتم شايفين كده انها بدات معايا تبقبق كده، جيت اقلب لقيت الكاستر من تحت اللي عمل زي نشا مسك تاني، فانا هقلبه واركنه بس شويه عقبال ما اقلب البليله بتاعتي، لانها طبعا البليله عايزه تتقلب اول باول، مش عايزاها تتساب كده اهو، عشان الحبه اللي انا ضربتهم بقوا ناعمين فبينزلوا تحت. خلاص كده قلبته تمام. هنزل بقى بسرسوب خفيف كده من الكاستر، وهبدا ان انا اقلب ايدي تبقى سريعه بقى، ايدك بسرعه بسرعه كده عشان ما النشا زي النشا بالظبط، هتلاقيها قفشت معاكي وكلكعت ايدك فيها، وتفضلي تقلبي تقليب مستمر. هتسيبيها كتير؟ لا مش هسيبها كتير، هي كده بقت زي الفل معايا. انا هستنى بس انها تعمل فقاعات كده، او زي ما بنقول تبقبق، عشان اطمن بس ان الكاستر بتاعي استوى. لكن هي زي الفل وهي مستويه، القوام بتاعها عاجبني جدا وزي الفل. بص لا هي تقيله ولا هي سايله. انا هوريكي بقى، بصي وبدات تعمل معايا فقاعات زي ما انتم شايفين كده وتبقبق. هو ده اللي انا عايزاه، انا مش عايزاها اكتر من كده ولا اقل من كده. خلاص كده هبدا بقى انا اغرف الاطباق بتاعتي واحطها بقى، واوريكي انا هعمل ايه في الخطوه اللي جايه. هنا طبعا انا غرفت الاطباق بتاعتي، دي كنافه، كنافه متحمره زي اي كنافه احنا بنحمرها، ودول مكسرات لوز على بندق على عين جمل، بصي شويه مكسرات حلوين كده. حابه بقى تحطي زي ما انا هعمل كده، عايزه اقولك ان الكنافه عليها بتدي طعم خطير وشكل جديد وحاجه ما حدش عملها قبل كده. لو عملتيها هتحسي انك انت مميزه. جربي بالطريقه دي والله وهتعجبك جدا، تبقى خطيره جدا. الكنافه محمره، عايزه تحطيها من تحت قبل ما تغرفي براحتك، عايزه تحطيها على الوش زي ما انا حطيتها كده برضو براحتك. بس عايزه اقولك ان هي في الحالتين جميله جدا، بس هم عايزين ياكلوها مقرمشه، فعشان كده انا حطيتها على الوش. حابه انك انت تحطيها من تحت وتغرفي عليها، تبقى عامله زي طبقات كده من تحت، كأنها تشيز كيك كده ولا حاجه، بتبقى برضو شكلها حلو. بس الكنافه بتطرى وهم ما بيحبوهاش تكون طريه. انا هستكفى باللي انا حطيتهم دول، وهبدا ان انا اسويها زي ما انتم شايفين كده كده تمام. عندي بقى جوز هند، عندي زبيب، عندي مكسرات زي ما وريتك. انا بكسر بس اللون بشويه كده من جوز الهند، انا مش هكسر مش هكتر من جوز الهند عشان بيشرقهم، فانا مش هحط منه كتير، حاجات بس كده للتزيين خفيفه خالص خالص كده، رشه خفيفه. وهبدا بقى اجيب المكسرات بتاعتي واقوم حطاها. المكسرات بقى فيها زبيب، فيها جوز هند، فيها قصدي عين جمل ولوز وبندق، ما فيهاش سوداني. ما كانش عندي سوداني، لو كان في عندي سوداني كنت حطيت، لان انت لو عندك سوداني ما عندكيش مكسرات حطي سوداني برده، ما فيش مشكله خالص. وده كده الشكل النهائي. انا كده خلصت خلاص، وكل سنه وانتم طيبين. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش بقى باللايك الجميل بتاعك واي كومنت حلو منك عشان يوصل لك كل جديد مني. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. عايزه اقول لك انها بجد بجد تستاهل التجربه.